مدفع رمضان هي مصر، ومن العاصمة انتقل إلى أغلب مدن الجمهورية من ملاوي لصمالوط لبني مزار لمغاغة لكل البلاد. مش عارف اشتغل انا كده. طيب مش عارف كده. طب شوية كده 5 دقايق وبعد كده هنعمل عايزين نعمل. ماشي. تيجي واحدة اقول لك ده تبع موقع ملاوي اونلاين. أول 10 دقايق وهنقول لكم. ممكن بنحكي قصة مدفع رمضان عشان الناس تفهمها وبعد كده هنقول لكم. ممكن عشان خاطر نبان ان احنا كويسين. وانتقل من العاصمة الى مدن الجمهورية، يعني انتقل مدفع رمضان من العاصمة القاهرة زمان، واقاويل كثيرة في 3 روايات. والقصة الاولى بتقول ان الحاجة فاطمة، بتقول ان الحاجة فاطمة اخت الخديوي اسماعيل بمصر كانت جنودة وقت اذان المغرب في رمضان ينظفون المدفع، فانطلقت قذيفة وقت الاذان. دي اول رواية. الرواية الثانية بتقول وان اهل مصر كلهم انبسطوا، اهل مصر كلهم انبسطوا بالضرب ده، وطلبوا ان هي تستمر على طول، وفعلا استمر في المغرب واستمر في الفطار. الكلام ده سنة كام؟ 1805. 1805